Audio Jungle. هنا تحت كثبان هذه الرمال المتحركة في صحراء تبن راست بامتداد الصحراء الجزائرية الكبرى ثمة كنز دفين ظل لسنوات مرتعا للسلب والنهب من قبل اللصوص والمهاجرين الأفارقة، والآن صار في قبضة شباب الجزائر بعد أن مكنتهم الحكومة الجزائرية ومنحتهم فرصة استغلاله الحرفي من خلال تشكيل التعاونيات الشبابية. إنه المنجم الأكبر للذهب في صحراء الجزائر، بل بالأحرى هو التاج الذهبي في اقتصاد الجزائر. بالحقائق والأرقام نتحدث، هيا بنا نكشف التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتنمية الاقتصاد والاستفادة من ثروات الجزائر المنسية في الجنوب الصحراوي، تسارعت الخطى نحو منطقة أمسماسة من أعمال ولاية تمن راست عاصمة الهكار في أقصى جنوب شرق الجزائر، حيث موقع الكنز الدفين تاج مناجم الذهب في الجزائر، والذي يقدر احتياط الذهب المحفوظ فيه بنحو 2.5 مليون طن. إنه منجم الذهب الأكبر على الإطلاق في عموم الجمهورية الجزائرية. لقد تسلل إلى هذا المنجم في أوقات سابقة عصابات ولصوص الذهب الذين استخدموا أدوات بسيطة للتنقيب عنه، ولجأ بعضهم إلى أعمال السحر للوصول إلى مكامنه. وكان الجيش الجزائري قد رصد كل هذه الأنشطة التي شارك في ممارستها كثير من الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين العابرين للصحراء الجزائرية، بدخولهم على خط التنقيب العشوائي عن الذهب. وبفضل جهود قوات حرس الحدود في الجيش الجزائري أمكن القبض على كثير من عصابات ولصوص الذهب ومئات الأفارقة الذين يأتون من دول الجوار، وبخاصة من النيجر ومالي وتشاد للبحث عنه. كما تمكنت هذه القوات من مصادرة آلات الحفر والتنقيب التي يستخدمونها. جدير بالإشارة أن القانون الجزائري يمنع التنقيب العشوائي عن المعادن الطبيعية ويعتبرها ملكا للدولة. وبحسب ما صرح به وزير المناجم، فإن الحكومة الجزائرية أطلقت برنامجا جديدا لاستغلال تاج مناجم الذهب الجزائري في أمسماسة، ومنحت 92 مؤسسة صغيرة وتعاونيات شبابية تراخيص المشاركة في هذا البرنامج تحت إشراف الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب إينور، التي تتكفل بالمدد التقني للاستغلال الحرفي للذهب من قبل هذه المؤسسات والتعاونيات الشبابية. وحاليا ثمة جهود تبذل لتطوير المنجم بحيث يمكن الوصول إلى مكمن المخزون الأكبر من المعدن الأصفر، والذي يقع على عمق 400 مترا بحسب الدراسات العلمية. إن إضافة كنز الجزائر المدفون في صحراء تمن راست أو منجم التاج الذهبي في أمسماسة إلى خارطة مواقع المعادن الاستراتيجية التي تحظى بالاهتمام في الجزائر هو بكل تأكيد خطوة مهمة في توجه الحكومة الجزائرية نحو تنويع مصادر دخل وتعظيم عوائد الاقتصاد الجزائري من أجل مستقبل أفضل للأمة الجزائرية. وكلمة حق نقولها، لقد أحسنت الحكومة الجزائرية عندما منحت الشباب كثير من التسهيلات والامتيازات، وشجعتهم على تشكيل تعاونيات شبابية من أبناء المنطقة للبحث والتنقيب الحرفي عن المعدن النفيس. كل التقدير والاحترام لحضرتكم، وننتظر آراءكم وتعليقاتكم التي نعطيها أهمية كبيرة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة.